اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو شماريخ. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي تشتركوا. يلا بينا نخش في الحلقة. فيلم شماريخ بينتمي لنوعية الأكشن والإثارة والتشويق، ومن بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وأدهم الشرقاوي ونجوم تانيين، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن رؤوف واللي بطريقة ما بيقابل أمينة، وبيكون قدامه حلين: يا إما يقتلها وده اللي هو مكلف بيه، أو يحميها من خطر بيهدد حياتهم هما الاتنين. وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. اول ميزة القصة. طبعا انا حاولت على قد ما اقدر وانا بقول لكم قصة الفيلم ما احرقش اي حاجة، لان الاعلان مش موضح تفاصيل كتيرة. واساسا القصة كفكرة فهي مش جديدة، وكان في بعض العيوب اللي هنتطرق ليها بعدين. ولكن من ناحية تانية القصة كتسلسل احداث كانت جيدة. الايقاع كان سريع، تقريبا مدة الفيلم ساعتين، وطول الوقت ده الريتم كان سريع خصوصا في النص الاول. تاني ميزة الأكشن، وخلينا نتوقف شوية عند العنصر ده لأن ده أهم عنصر موجود في الفيلم. الأكشن اللي الفيلم قدمه ممكن نقول إن هو جديد نوعا ما على السينما المصرية من ناحية كذا حاجة. أول حاجة إن أنت في المشهد الواحد بتشوف البطل اللي هو آسر ياسين، زي ما احنا كده شفنا في الإعلان، بيضرب بتاع مثلا 8 أو 10 أفراد لوحده. تاني حاجة طريقة تصوير المشاهد دي حقيقي كانت أكتر من رائعة، والمونتاج كان سلس وسهل. انت بتبقى قاعد بتتفرج على مشهد الأكشن، شايف الضرب وشايف كل حاجة حواليك ومستمتع جدا بالمشهد. كمان في بعض المشاهد اللي متاخدة بأسلوب الوان تيك وكانت موفقة وخرجت بشكل كويس. استخدام الشماريخ قبل كل مشهد أكشن، يمكن أنا لما شفتها أول مرة في الفيلم افتكرت إنها صدفة، حصل كده شماريخ وحاجات اتضربت في السماء، وبعدها على طول رحنا داخلين في مشهد اكشن جامد جدا. لقيت ان الموضوع ده بيتكرر كل شوية، فعجبتني التفصيلة دي جدا من عمرو سلامة. ان انا خلاص عرفت ان مادام حصل شماريخ كده وحاجات اتضربت في السماء، ده انذار ان احنا داخلين دلوقتي على مشهد اكشن جامد. كمان في مشهد اكشن في الفيلم استخدموا فيه الكلاب. يمكن المشهد ده لما انت هتتفرج عليه هتفتكر على طول فيلم جون ويك، واساسا مشاهد الاكشن اللي موجودة في الفيلم هتخليك تفتكر شوية افلام اجنبي كده من اهمها جون ويك. تالت ميزة الموسيقى التصويرية كانت كويسة جدا وكانت لايقة على الاحداث. رابع ميزة السيناريو. السيناريو حاول ان هو يقدم اكتر من نوعية. عندك الإثارة والتشويق، لحظات كتيرة جدا في الفيلم انت هتبقى متحمس مع الأحداث. كمان بجانب الأكشن كان فيه عنصر الرومانسية موجود في الفيلم، بس ده أنا معجبنيش. حسيت ان هو محطوط في الفيلم علشان البطل والبطلة يحبوا بعض، وعلاقة الحب دي ما كانتش منطقية بصراحة. فأنا بالنسبة لي معجبنيش، ممكن يعجب حد غيري. كمان طريقة تقديم الشخصيات كانت كويسة جدا، خصوصا شخصية آسر ياسين وشخصية أمينة خليل. نهاية الفيلم أكتر حاجة عجبتني جدا في السيناريو، لأن نهاية الفيلم ليها معنيين: معنى مرئي ومعنى خفي. هتقولي يعني إيه؟ هقولك يعني المعنى المرئي اللي انت شفته قدامك، المعنى الخفي اللي هو انت بعد ما تخلص الفيلم وتركز كده في مشهد النهاية وفي الحوار اللي حصل في الآخر، هتقول لا دي مش النهاية. طب ازاي حصل كده؟ ده المشهد اللي قبل النهاية كانوا حصل حاجة، طب هما ازاي عدوا من كده؟ فانت هتقعد تفكر مع نفسك. واظن ان السيناريو قاصد يعمل كده، قاصد يلخبطك ان النهاية يبقى ليها اكتر من معنى. ما باش الواد اللي متسمى على اسم جده. دي الفايلز دي ممكن توديهم كلهم في 60 داهية. يلا بينا كده هتأخر. كمان من الحاجات المميزة ظهور ضيوف الشرف. السيناريو استخدمهم بشكل غير متوقع تماما، وهو انه قدم بيهم كوميديا، وكانت كوميديا حلوة خليت نضحك او على الاقل ابتسم. فادي هو يعتبر عنصر مختلف موجود في الفيلم، والسيناريو اشتغل عليه بشكل كويس. خامس ميزة الاداء التمثيلي. آسر ياسين اداؤه كان جيد جدا، الشخصية اللي كان بيلعبها كانت شخصية مركبة،
ساعات هتلاقي نفسك بتتعاطف معاه وساعات هتلاقي نفسك بتكرهه. فالشخصية كان فيها مشاعر كتيرة وهو قدر يأدي المشاعر دي ويخرجها بشكل حلو. كمان أداؤه الحركي في مشاهد الأكشن كان جيد. أمينة خليل برضو أدائها كان كويس والكيمياء بينها وبين آسر ياسين كانت جيدة، ودورها كان فيه كده سنة كوميديا والمفاجأة إنها عملته حلو. خالد الصاوي برغم إن دوره ما كانش كبير لكن المشاهد اللي ظهر فيها كان كويس. أدهم الشرقاوي هو مفاجأة الفيلم بالنسبة لي. هتقولي ليه؟ هقولك لأن هو طالع بدور الفيلن، برغم بقى ان هو كان ساعات بيأفور في ادائه وتحس كده بأفورة، ولكن في المجمل هو اداؤه حلو وخلاني اكرهه وانا بتفرج. وده يدل على نجاح دوره، لان الممثل اللي بيعمل دور الشر في اي عمل سواء كان فيلم او مسلسل وقدر يوصل المشاهد لحتة ان هو يقول الراجل ده رخم انا كرهته، يبقى هو كده خلاص نجح و10/10. سادس ميزة الإخراج. على مستوى التصوير الكادرات والألوان وطريقة تنفيذ مشاهد الأكشن زي ما أنا قلت لكم كل الكلام ده كان كويس جدا. تقديم أكتر من نوعية كانت حاجة كويسة، وعمرو سلامة قدر إن هو ينجح في حاجات ويفشل في حاجات، دي حاجة طبيعية، ولكن برضه في المجمل الإخراج كان أكتر من رائع. طيب تمام كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب هو ان المفروض كان في ادوار تاخد مساحة اكبر من كده في الكتابة زي دور خالد الصاوي وسامي مغاوري. سامي مغاوري اساسا ما طلعش غير في مشهد واحد بس اللي هو موجود في الاعلان، فالاتنين دول كانوا المفروض ان السيناريو يديلهم مساحة اكبر من كده في الكتابة ونعرف اكتر عن الصراعات اللي ما بينهم. تاني عيب علاقة الحب اللي حصلت ما بين آسر ياسين وأمينة خليل في الفيلم. حسيت انها ملهاش لازمة، محطوطة بس علشان البطل يحب البطلة ويبقى فيه ما بينهم علاقة حب كعادة يعني الأفلام المصرية. علاقة حب حاسس إنها سطحية وغير منطقية خالص، يعني ده واحد في حتة وهي في حتة، فإزاي حبوا بعض كده بالسرعة دي وحبوا بعض أساسا والدنيا بتضرب وبتقلب، يعني ما حسيت إنها مش منطقية. كمان تالت عيب هو إن الفيلم زي ما انا قلت لكم كده في الاول فكرته مش جديدة، وانت بتتفرج هتحس ان الفيلم متأثر باكتر من فيلم اجنبي سواء بقى على مستوى القصة او كمان على مستوى مشاهد الاكشن. وبس كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم شماريخ هو 8/10. بالتأكيد واحد من أفضل الأفلام المصرية اللي نزلت في 2023، يستحق المشاهدة ويستحق إن أنت تشوفه في السينما. في حاجة أنا نسيت أقولها في المميزات. الفنان مصطفى درويش ربنا يرحمه يا رب كان عامل دور حلو جدا، وكان ليه كده مشهد كوميدي لذيذ جدا مع آسر ياسين في الفيلم، من أجمل المشاهد اللي موجودة. وبس اللي شاف الفيلم يا ريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير واشتركوا في القناة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما اونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.